الهاكر اللي اخترق اكتر من 200 بنك وسيطر على الجيش الامريكي واخترق مواقع وبنوك اسرائيلية. حمزة بن دلاج شخص عادي انولد عام 1988 في مدينة اسمها هذا الاسم مش عارف هذا الاسم. حمزة معروف باسم BX1 ويعتبر عند FBI من اخطر 10 هاكرز في العالم. حمزة في طفولته ما كانش زي اي طفل عادي. حمزة من طفولته بقى يحب الاجهزة، بقى يحب يفكفكها ويصلح الخربان منها، وطبعا وقتها بقوا يفكروه اهله مجرد طفل فضولي بس مش عارفين انه ابنهم راح يصير مطارد من الانتربول في المستقبل. حمزة لما كان عمره 10 سنين جاره اعطاه جهاز خربان. جاره هذا كان فاقد الامل في الجهاز، اعطاه لحمزة عشان عارف حمزة فضولي في الاشياء هذه واعطاه بس عشان يلعب عليه يتسلى فيه. وبعد ما اخده حمزة مر اسبوع ورجع لنفس الشخص اللي اعطاه الجهاز وقال له تفضل هاي الجهاز شغال احسن من قبل. طبعا الزلمه هذا استغرب كيف شغلت الجهاز وانا فاقد الامل فيه اساسا. المهم مر الزمن وصار عند حمزة جهاز كمبيوتر. حمزة ما كانش ينزل عليه العاب ويلعب، حمزة كان ينزل عليه برامج معقده ويحاول انه يتعلم عليها. كان يجرب يتعلم برمجه ويصنع اكواد برمجيه، وهذا الاشي خلاه شوي شوي يتعمق في عالم البرمجيات، وشوي شوي حمزة صار سفاح في التهكير. ولكن حمزة فعليا ما كانش هاكر غير قانوني. حمزة كان يكتشف ثغرات امنيه في مواقع كبيره، كان يروح لهذه المواقع ويقول لهم انا لقيت عندكم ثغرات امنيه، اذا بتحبوا اني اصلح لكم اياها ادفعوا لي مصاري. وبالفعل هذه الشركات صارت تدفع له مبالغ مهوله، وهذا كله عمره بس 17 سنه. وفي عام 2006 حمزة دخل الجامعه ودرس تعلم حاسوب، التخصص اللي هو اصلا خاتمه، فاهمه اكثر من الدكتور اللي بيعلمه حتى. حمزة كان بيشتغل مع شركات عالميه. وفي عام 2010 حمزة اكتشف ثغره امنيه كبيره في بنك فرنسي. الثغره هذه ما كانتش مجرد تسريب في قاعده البيانات، الثغره هذه بتتعلق في المصاري اللي جوا البنك. وهنا حمزة كان قدام خيارين اثنين. الخيار الاول انه يروح للبنك ويقول له انا لقيت عندكم ثغره واذا بدكم ايانا اصلح لكم اياها ادفعوا لي مصاري، او انه يدخل على البنك وبدل شويه مصاري اللي يعطيه اياها البنك يسرق منه الملايين. وبالفعل حمزة قرر انه ما يعطيش البنك هذه الثغره ويحتفظ فيها ويدخل على البنك ويسرق هذه الملايين. وثاني يوم الموظفين دخلوا على الحسابات البنكيه ما لقوش اي مصاري، المصاري تبخرت. العملاء برنوا على البنك يا معلمين انا داخل اسحب مصاري من البنك بيقول لي ما فيش رصيد. المصاري تبخرت من حسابات الناس والبنك مش عارف ايش يسوي. طيب حمزة كيف قدر انه يخفي هذه المصاري؟ حمزة فتح حساب بنك في تايلاند وقدر انه يحول المصاري هذه من البنك الفرنسي لحساب البنك اللي مزور في تايلاند. السلطات الفرنسية تدخلت في الموضوع ولكن بدون اي فائدة، محدش عارف كيف تم اختراق البنك او مين اللي اخترقه. وبنفس السنة عام 2010 حمزة تعرف على هاكر روسي وكان هدفهم نفس الاشي انهم يخترقوا البنوك ولكن بشكل اكبر واوسع من اللي كان عليه حمزة لحاله. حمزة والهاكر الروسي قدروا انهم يعملوا فيروس اسمه سباي اي. الفيروس هذا كابوس كل البنوك. الفيروس هذا كان يخترق البنك ويسحب كل البيانات وكل المصاري اللي في البنك. المهم خلال سنتين بس حمزة والهاكر الروسي قدروا انهم يخترقوا اكثر من 200 بنك، وتقدر خسائر البنوك هذه اللي اخترقها حمزة والهاكر الروسي اكثر من 3 مليار و400 مليون دولار. حمزة صار يخترق مواقع وشركات اسرائيليه، هذا الاشي خلى الناس يشوفوا حمزة زي البطل. حمزة ما كانش يسرق هذه المصاري ويحطها في جيبته، حمزة كان يدعم المؤسسات الانسانيه، كان يدعم مؤسسات فلسطينية ومشاريع أفريقية. وكتير ناس فقراء كانوا يناموا يصحوا الصبح يلاقوا في حساباتهم البنكية مليون دولار، يعني باتمان السحر. والمهم في عام 2013 حمزة قرر هو وعائلته انه يسافر على تايلاند. الرحلة كانت مجرد رحلة سياحة. اهل حمزة ما كانوش عارفين انه حمزة ملياردير، ما كانوش عارفين انه مطلوب للFBI والانتربول. المهم حمزة اول ما وصل تايلاند راح على البنك عشان يسحب منه مصاري. واذا ذاكرين اول قصة قلت لكم انه اخترق بنك فرنسي، هذا البنك سرق منه 20 مليون دولار وحولها على حسابه في تايلاند، ومر على المصاري هذه اللي في تايلاند 3 سنين وما انسحبش منها اي دولار. ولما وصل حمزة على تايلاند قرر انه يروح يسحب من هذه المصاري، وبالفعل حمزة راح على الصراف وسحب منه مصاري. ولكن اللي ما كانش عارفه حمزة انه الحساب هذا حتى بعد 3 سنين لسه ما زال مراقب. ومباشرة اول ما سحب مصاري حمزة وصل معلومات للشرطة انه الحساب هذا تم سحب منه مصاري، ولكن الشرطة ما توجهتش على حمزة مباشرة عشان تلقي القبض عليه. سابوا حمزة على راحته واخذ المصاري وراح. وبعد ما راح اجت الشرطة على المكان وفتشوا كل الكاميرات اللي حوالين الصراف وقدروا انهم يجيبوا صورة لوجهه وعرفوا مين هو وين ساكن بالضبط. المهم اخذ صورة حمزة وعمموها على كل المطارات. طب ليش عمموها على كل المطارات؟ عشان اول ما حمزة يفكر انه يطلع من البلد يتم القاء القبض عليه. وبعد ما خلصت فترة السياحة عند حمزة راح على المطار وقرر انه بده يروح هو وعائلته. ولكن اول ما دخل المطار تم القاء القبض عليه. في اوروبا تعتبر جرائم التهكير واختراق البنوك من اخطر الجرائم. المهم حمزة تم ترحيله من تايلاند لجورجيا في امريكا، وبدوا مع حمزة تحقيق من اول عملية اختراق سواها، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة. بعض الاخبار قالت انه تم اعدام حمزة او راح يتم اعدامه او امريكا راح تاخده وتستفيد
يستفيد من خبرته. ولكن في اكتوبر عام 2024 صار اشي غريب، امريكا اطلقت سراح حمزة بن دلاج قبل ما تتم محكوميته اللي هي 15 سنة. حمزة صور صورة له وهو في الطيارة وهو راجع على الجزائر. الصورة هذه نزلها على حسابه على الانستغرام، والصورة هذه كسرت الدنيا، جابت له على حسابه 2 مليون متابع مباشرة. كل الناس متشوقين بدهم يعرفوا ايش حمزة بده يسوي اول ما يوصل الجزائر. هل ابتسامته اللي صوروه اياها في المطار معناها انه اول ما اطلع راح اربيكوا ترباية، ولا انه حمزة خلاص قرر انه يعتزل؟ وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. اكتبوا لي رايكم في التعليقات، هل راح يرجع حمزة لعالم التهكير؟ انا بتوقع انه راح يرجع. تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا سلام.